نروح لطبق مصري أصيل مشهور في كل مكان، مشهور في كل حتة، الناس بتروح له أماكن مخصوصة. الكوارع. تعالوا أقول لكم. الكوارع اختلفوا عليها الناس، في ناس تحبها قوي وفي ناس لا ملهمش فيها. طيب الناس اللي بتحبها قوي عارفة إن الكوارع هو الجزء اللي في رجل العجل اللي تحت الركبة بالظبط، والجزء ده بيكون مليان جلد وجيلاتين وكولاجين وحاجات حلوة كتير كده. دي منع دخول الكوارع البيت وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا. طبعا احنا في مصر ناخد رجل العجل دي ونسلقها ونعمل منها بقى اشكال واصناف والوان، اللي يعملها طاجن مع الورق العنب، واللي يعملها طاجن لوحده، واللي ياخد منها شوربه، واللي يعملها طاجن كده بالبصل واللحمه اللي ومعاها قطع لحمه. المهم انها بتدخل في مليون صنف، واهم صنف هو فتة الكوارع. معلش يا عمي، انا ماليش في شوربه الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شوربه كوارع. انا شربتي جايه، طوعني مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي، مش هشربها. انا بقول لك اشربها. انا بقول لك بس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين، الشوربه اهي.